ده بقى ان شاء الله الساعة مكان الكراسي ديت هذه الكراسي انا شايف كده والله مش عايز بقى غير العيش. دلوقتي بقى قلب على الكهرباء. هم اللي عاملين شغل. انا قلت لهم هم اللي عملوا عاملين شغل. تقول ايه؟ في ايه؟ بتكلم عن كده. يا لا هضربه. انت بتقولي بعمل ايه وايه؟ اللي انت بتعمليه اللي بعمل ايه مع ايه وايه مع ايه عشان اوصل باخد المهم بعد كده. هو الار والاس والتي اللي هم المعنى بتاع الثلاث اوجه. ايوه مع الدكتور دكتور صح حضرتك دكتور مع واحد. تمام سيادة المدير. وعشان يمر التيار للكونتاكتور لازم اوصل ملفين الكويل بمنبع تيار اللي هم عندي الكويلات اللي هنا ليها نقط انا تغذيه. كده خلصت وحده القوه. اللي انت بتعملي ايه؟ بختار اي نقطه تغذيه من هنا. منين لفين؟ من الملف الكويل من الكويل بتاع الكونتاكتور نفسه لاي نقطه تغذيه من وحده هنا. التحكم ماشي. اللي انا بقول على خارج الوحده. روح تاني. اختار كل كده. ببدأ أرسم البرنامج اللي أنا على أساسه هتحكم فيه في المحرك من خلاله. هطلع ملف الكويل اللي أنا خدته من هنا. منين؟ من هنا من على الوحدة. ايوه هطلعه من على الشاشه. منين بقى من برنامج ايه يا باشا؟ يبقى تقولي انتوا بتستخدموا برنامج ايه؟ زلي. وبختار ضاغط وهوصلهم مع بعض. ايوه على الشاشه. بس عشان انا اخترت ضاغط ده معنى ان انا اخترت ضاغط ان انا هضغط هوصل تاير وهفصل في نفس الوقت. تمام. فاحتاج ان انا احتاج نقطة مساعدة داخلية. تمام. ده النقطه المساعده بتاعتك. اخد من نفس النقطة اللي انا اخترتها من نفس الكويل اللي انا خدته ووصلها توازي مع الضغط. في نفس الوقت هحتاج ان انا اوصل ضغط هنا بس عن طريق اللي هو اوف خارجي اللي هو عمليه التحكم. على اساس ان انا لما احب افصل هقدر ان انا افصل ساعتها وهبتدي اقفله. كده الدايره كده. كده الدايره خلصانه. هبتدي احولها على الوحده بس هتاكد الاول ان البرنامج مفيش برامج قديمه على الوحده. اعمل ستوب فيديو. بتعملي ايه خطواتك ايه؟ تتكلموا وانت بتعملي. خطواتك اللي انت عملتها حالا استخدمت ايه؟ عملت ايه؟ خدت ترانسفير وصلت الاول ستوب مديول. وانت جبت ستوب موديول ليه؟ عشان